مرحبا بكم في قناتنا، حيث نشارككم اليوم موضوعا مهما يمس حياة كل منا بشكل مباشر: قوة الجاذبية الشخصية. هل تساءلت يوما لماذا ينجذب بعض الناس إليك بسهولة بينما تجد صعوبة في كسب إعجاب البعض الآخر؟ هل تعتقد أن الجاذبية مقتصرة على المظهر الخارجي فقط؟ الحقيقة أن الجاذبية هي أكثر من ذلك بكثير. إنها طاقة نبعثها من داخلنا، وتعبر عن هويتنا، ثقتنا بأنفسنا، وطريقتنا في التواصل مع الآخرين. في هذا الفيديو سنأخذك في رحلة عميقة لفهم أسرار قوة الجاذبية، كيف نطورها، وكيف نستغلها ليس فقط لجذب الآخرين، بل لنعيش حياة أكثر توازناً وسعادة وثقة بالنفس. لأن الجاذبية ليست فقط قوة خارجية، بل هي انعكاس لقوتنا الداخلية. أولاً، دعونا نبدأ بالحديث عن الثقة بالنفس، فهي حجر الأساس للجاذبية. كثير من الناس يظنون أن الثقة تعني الغرور أو التكبر، ولكن في الحقيقة هي الاعتراف بقيمتك، بقدراتك، وبأنك تستحق الأفضل. الشخص الواثق لا يخشى الفشل، بل يراه فرصة للتعلم والنمو. وعندما تؤمن بنفسك، فإن هذه الطاقة تنبعث منك. السر الثاني هو لغة الجسد. لا شك أن كلماتنا مهمة، ولكنها ليست كل شيء. أكثر من 70% من التواصل يتم عبر لغة الجسد. كيف تقف؟ كيف تمشي؟ هل تلتقي عيون الآخرين عندما تتحدث؟ هل تبتسم بصدق؟ كل هذه الحركات تبني صورتك أمام الآخرين، وتجعلهم يشعرون بجاذبيتك حتى قبل أن تبدأ بالكلام. الوقوف بثبات، الابتسامة الطبيعية، النظر بعمق، كلها تعطي انطباعاً قوياً عنك. ثالثاً، مهارة الإنصات بصدق هي من أعظم أسرار الجاذبية. عندما تستمع للآخرين بدون مقاطعة أو حكم، وتعطيهم اهتمامك الكامل، يشعرون بأنهم مهمون ومحترمون. وهذا يخلق علاقة من الثقة والتواصل الحقيقي، وهي أساس أي علاقة ناجحة، سواء كانت شخصية أو مهنية. رابعاً، لا يمكننا إغفال أهمية تطوير الذات. الجاذبية ليست شيئاً ثابتاً، بل هي تتطور معك مع مرور الوقت. تعلم مهارات جديدة، اقرأ كتباً تحفزك، مارس الرياضة لتحافظ على صحتك وحيويتك، واهتم بهوايات تجعلك سعيداً. كل هذا يرفع من طاقتك الإيجابية ويزيد من جاذبيتك بشكل طبيعي. خامساً، الصدق والعفوية هما المفتاحان اللذان يفتحان قلوب الناس. التصنع يجعل الآخرين يشعرون بعدم الارتياح، أما عندما تكون صادقاً مع نفسك والآخرين، تنبعث من شخصيتك دفء وراحة تجعل الناس يحبون التواجد معك. سادساً، التغلب على الخوف والقلق من الرفض. كثير من الناس يتجنبون التواصل خوفاً من الرفض أو الانتقاد، ولكن القوة تكمن في الشجاعة على المحاولة مهما كانت النتائج. الشخص الجذاب هو الذي لا يسمح للخوف بأن يوقفه عن التعبير عن نفسه بكل أريحية. سابعاً، استخدم الكلمات الإيجابية دائماً. الكلمات التي نستخدمها تعبر عن حالتنا النفسية وتؤثر على من حولنا. عندما تتحدث بكلمات مشجعة، تحفز وتعبر عن التفاؤل، فإنك تجذب الناس الذين يبحثون عن هذه الطاقة الإيجابية. ثامناً، حافظ على مساحتك الشخصية واحترم مساحة الآخرين. الجاذبية لا تعني التسلط أو السيطرة، بل التوازن بين القرب والاحترام. إعطاء الطرف الآخر مساحة للحرية يجعل العلاقة صحية وطويلة الأمد. وأخيراً، تذكر أن الجاذبية الحقيقية هي انعكاس لحالتك الداخلية، لسلامك مع نفسك وثقتك بما أنت عليه. لذا اعمل دائماً على تحسين علاقتك بنفسك، كن لطيفاً معها، وامنحها الحب والاحترام الذي تستحقه. إذا طبقت هذه المبادئ، لن تكتسب فقط جاذبية طبيعية تؤثر في الآخرين، بل ستعيش حياة أكثر سعادة ونجاحاً. شكراً لمتابعتكم. إذا أعجبك هذا الفيديو، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد. شاركنا في التعليقات، ما هي الخطوة التي ستبدأ بها اليوم لتنمية جاذبيتك؟